السلام عليكم. في أعراض أطفالنا ممكن يشتكوا منها ونفتكرها بسيطة، لكن الحقيقة ممكن تكون مؤشر لحاجة خطيرة. ركز معايا بقى في الأعراض دي. واحد، السخونية اللي بتطول. لو حرارة ابنك بقالها أكتر من 3 أيام مش بتروح حتى مع خافض الحرارة، لا لازم نروح لدكتور فورا. ممكن تكون التهابات شديدة أو حتى مرض مناعي. اتنين، القيء المستمر. مش كل ترجيع هنقول عادي. لو طفلك بيرجع كتير ومش بياكل وناشف، دي علامات جفاف وده خطر على حياته. 3، الإسهال مع الدم. لو في إسهال ومعاه دم أو مخاط، لازم تحليل فورا. ممكن تكون عدوى بكتيرية أو أميبا خطيرة. 4، كحة بالليل تخنقه أو تصحيه من النوم، خصوصا لو معاها صوت غريب زي النهجان أو صفار. ممكن تكون أزمة تنفسية. 5، الخمول وقلة الحركة فجأة. طفلك كان نشيط وبقى نايم على طول، ده عرض ما نستهونش بيه أبدا. كل عرض من دول لو استمر أو زاد عن حده، خد الموضوع بجد وروح لأقرب دكتور فورا. ابنك مش هيعرف يقولك إيه اللي جواه، بس جسمه بينبهك. فخليكي دايما واعية وخلي عينك عليه. شارك الفيديو مع كل أم وأب علشان نحمي ولادنا قبل ما يتعبوا أكتر. أنا دكتور حسام حسني، وحابب أفكرك إن صحة طفلك دايما أمانة. Kto to koji, dawaj do свидания.